نتاسف لان احنا يعني مالوروزمون ليس هذا انا نقول له الحقير تاع القجع هو اللي قوي، ولكن احنا اللي مدينا له العصا، لان هذا القجع احنا عندنا من الرجال وعندنا من ضعفنا روحنا، احنا عندنا من الرجال والكفاءات اللي نقدروا هذا نكافحوه في 24 ساعه، ولكن للاسف احنا الضربه راحت من الجزائر. للاسف كاين ناس اللي تخدم مع هاد اللوبيات جزائريين، كاين ناس في الرياضه اللي حتى شكوا بالجزائر في السيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين الكرام والإخوة الأعزاء، مرحبا بكم فيديو جديد. من بعد إعلان الكاف عن تأجيل كأس إفريقيا 2025 بالمغرب إلى شهر دجنبر من نفس السنة، وذلك بعد ما تعذر الإجراء ديالها في الوقت المحدد لها سابقا بسبب التزامن ديالها مع إقامة كأس العالم للأندية، ومن بعد المباحثات العميقة بين الكاف والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تقرر الكاف باش يأجل هذه المسابقة الإفريقية. ولكن للأسف هناك من الأعداء من يتربصون وتستغلوا مثل هذه الأخبار باش يجعلوا منها شماعة تعلقوا عليها الفشل ديالهم وتعبروا فيها عن الحسد ديالهم، كما عهدناه مرارا وتكرارا من الإعلام الجزائري اللي تيسبحوا دائما ضد التيار وفي الماء العكر، وتخرجوا هذه المرة وتدعوا فيها بأن المغرب ما كانش بالامكان ديالو اقامه كاس افريقيا في الوقت ديالها نظرا لتاخر الاشغال في الملاعب والمرافق الرياضيه، واللي كان مقرر لها باش تحتضن التظاهره الافريقيه، وتيزعموا بانهم هم الاولى بالتنظيم ديالها لما تيملكوا من الملاعب ومن المرافق عالميه كما تيتوهموا، وتيقولوا بان الكاف اسيره عند المغرب وعند فوزي القجع، وما تيملك المسؤولين ديال الكاف اي قرار، وبأن فوزي القجع هو اللي تيحكم وهو اللي تيقرر، لدرجة أنهم مشاو بعيد هذه المرة لحد الاتهام ديالهم لبعض الجزائريين بالتواطؤ والوقوف مع المغرب ضد المصالح ديالهم، بالإضافة العديد من الأكاذيب المزعومة اللي كاينة فقط سوى في العقلية الجزائرية. للأسف ما نطولش عليكم، نخليكم مع هذا الفيديو اللي تيبين الجنون ديال الصحافة والإعلام المأجور في الجزائر اللي تيكن البغض والحسد المغرب الكبير بالمالك ديالو وشعبه ورجاله وابنائه، المغرب اللي تيبني وتيشيد وتيجتهد وما تينظرش لمثل هذه الاكاذيب والاوهام الجزائريه. شفاهم الله وعافاهم من مرض عضال قد اصابهم اسمه المغرب. وقبل ذلك ما تنساوش تدعموا المقطع بلايك باش ينتشر، وتخليوا الرأي ديالكم حول هذا الموضوع في خانة التعليقات. ولا عجبكم المحتوى المرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. في الكاف التي أجلت رسميا كان 2025 زين عامر. القرار لم يكن مفاجئ، لان اليوم نعرف ان يعني الكاف ولات مختطفه خلاص. اليوم هذا سو ني با ديفنو ان سوكريت بوليشينال، يعني اليوم الكاف تمشي تحت سيطره واوامر يعني المخزن المغربي، ولذلك نظن ان يعني هذه ضربه اخرى لمصداقيه هذه الكونفدراليه الافريقيه. ب 11 شهر زينه. نعم 11 شهر. ولذلك اليوم يعني تتساءل ما هو وشنو هما اليوم لي كريتير، لان لما تشوف انت مثلا بلدان مثل الجزائر اللي مهيئه من كل الجوانب، خاصه من يعني جانب الهياكل ويعني البنيه التحتيه، ولكن اليوم قلت لك سوني خلاص هذه انا وليت اليوم يعني القرارات تاع الكاف خلاص يعني ولينا لما نقراو قرار ولا بيان تاع الكاف سانو نو سوربرون با باسكو قلت لك. ولكن اذا حبيت يعني نتكلموا في هذا المجال انا نتاسف لان احنا يعني مالوروزمون ليس هذا انا نقول له الحقير تاع القجع هو اللي قوي، ولكن احنا اللي مدينا له العصا، لان هذا القجع احنا عندنا من الرجال وعندنا من ضعفنا روحنا، احنا عندنا من الرجال والكفاءات اللي نقدروا هذا نكافحوه في 24 ساعه، ولكن للاسف احنا الضربه راحت من الجزائر. للاسف كاين ناس اللي تخدم مع هاد اللوبيات جزائريين، كاين ناس في الرياضه اللي حتى شكوا بالجزائر في السيو، باش نقول لك ان يعني اليوم نتمنى يعني تنظيف خاصه المنظومه الرياضيه، لان
لازم على الدولة اليوم يعني تتحرك، لأن الدولة حطت كل الإمكانيات، ليس يعني بالشعبوية ولا باش بول لور جوتي دي فلور، حقيقة اللي أنا نعيشوها يعني الشهر الأخير يؤكد أنا نعيشوها في الميدان، أنا نعيشوا يعني تهيئة الملاعب، رانا نشوفوا يعني الأشياء بأعيننا، ولذلك أنا نظن خصو الكفاءات وخصو يعني الناس اللي تقدر توصلنا إلى بر الأمان. سنعود للحديث عن الكفاءات، عن مركبات أيضا همشت، وعن المنشآت القاعدية المتواجدة في الجزائر، حقيقة ملاعب بمقاييس عالمية. 11 شهر تأجيل الكان من الناحية الفنية، من الناحية التقنية. سنعود مع مراد وردي حول هذا التأجيل، التأثير تاع المنتخبات على الفرق في ضد تصفية كأس العالم، لكن نتحدث معك كإعلامي، كيف تنظر لهذا التأجيل بكل صراحة ولات القضية منير بالقاسي؟ لا، كما قال زين، امور واضحه، هذا شيء عادي جدا كمال، ما لازمش نستغربوا، ما لازمش نحيروا. انتوا نقولوا انا جاب لي ربي ما نزيدوش نقولوا الكاف، لان هذه الهيئه هذه لا تسمن ولا تغني من جوع. هذه هيئه مختطفه، اصبحت جهاز تابع للمخزن المغربي، هما اللي يتحكموا، ولا شخص يتحكم في هذه الهيئه، يتحكم في رئيس الهيئه مسكين اللي ما عنده ما غير يقول ولا بنيوي بأتم معنى الكلمه. خلاو ملف الجزائر اللي كان بملاعب ومنشآت جاهزه، وراحوا داو ملف تاع بلاد عندهم ملاعب على الورق، مازال ما داروش لي باز لي فونداسيون تاعها. في اختيار البلد اللي يحتضن كان 2025 عرفنا باللي كاين مؤامره كبيره، عرفنا باللي كاين ناس راهي تلعب، ناس صيادين ماهرين في المياه. بغض النظر عن المؤامره، انا نوافق زيد في نقطه متعلقه بانه احنا اللي ضعفنا روحنا، بيان سور، باللي احنا اللي هذا ياكل في هذا يتير على الاقل. كاين جزائريين شكاو يعني يتعاملوا مع لوبيات، صح. لحقنا الواقع ولات الناس تتامر على يتحكموا في المنظومه الرياضيه بيان سور، يعني في الخفاء. يعني دوكا لحقنا لواحد يعني الدرجه، احنا يعني كيما نقولوا احنا اون جو نوتر رول، احنا اون اتير لاتونسيون. احنا حتى يعني رئيس الجمهوريه قال لك على الصحفي يقول يعني الاشياء، ولكن احنا ما لناش العداله. كاين ناس اللي عندهم يعني القانون يخول لهم باش يعني اليوم الاشياء ولات واضحه. كاين ناس معروفين ام يدوروا في ساحه رياضيه، واش داروا في المغرب لما كانوا في المناصب الكل يعلمها. واليوم انا نحير كيف هادو الناس هما سي او كيتي لي فيسال تاع الرياضه في الجزائر. اليوم يعني لازم نفهموا واش انا حابين، لان نعطيك انا امثله باش نولوا الى الجزائر. انا اتساءل اليوم الى اين وصل ملف اتحاد الجزائر، والراه يقول قالوا بلي فرق. لا شوف كي نتكلموا هكذا باسكو كاين ناس تحب يعني تأولنا الاقاويل. لا احنا ما ضد اي شخص، احنا رانا هنا بور ديفوندر، نقولها ونعاودها دائما، نعاود اون ديفون لي زانتيري دو الجيري ولي زانتيري تاع الرياضه، اللي احنا رانا دي جورناليست في هذا الدومين. وراه ملف اتحاد الجزائر، وراه لا ديسكسيون تاع 2 زور مع اسمه راحلي موتسيبي، لان يعني هذا عدو الجزائر. وراهم هاد الملفات اليوم. يعني احنا كجزائر يعني كومبيتيسيون باراي وين اون افي ديبوزي الدوسيي اون لا روتيري اون سي لاس فير دو سيت مانيير. انا واش نحير معليش نقولوا باللي هذا اللوبي يعني ما يقدر له حتى واحد، لم يدخل. ولكن كيف لا نندد؟ كاين بيانات، كاين لازم تندد. انت اسمك الجزائر، صحيح. عندك يعني درجه عاليه على البلدان الافريقيه الاخرى. اليوم سوا اون سو روتير يعني هاد الناس اون كومبوز با معاهم، سوا سي هادو الناس رانا شغل اون في اليجونس لهاد الناس. انا الفوتبول الجيريان مالوروزمون في الكاف يعني ما واش يعاود يرفد براسه. مراد وردي، مراد كمال خليني نضيف معليش تفضل. معليش برك على واش قال زين، انا باش نضيف اضافه برك. صحيح واش انا نهضروا الناس خدمت الجزائريين خدموا ضد مصلحه الجزائر، لكن درك كاين واقع مر، هو ان هذه الهيئه راهي ضد كل ما هو جزائري، وهذا الشيء لازم نعرفوه. هذا الشيء لازم نعرفوه. ومراد وردي نروح الجانب التقني. لا دعني برك معليش مراد تفضل. معليش تفضل. نكمل باش نقوي الاراء تاع الجميع. عندما تضعف الهيئه يبانوا ناس كيما القجع، لان لاكاف انا ليا ما نامنش بها الى حد الان. لا، ما كان حتى حاجه تخلينا نامنوا بها، لان في كل مره تعطي لورغانيزاسيون دون كومبيتيسيون
بحجم لا كومبيتيسيون افريكان لبلد اللي ما راهوش محضر، وكل مره تطيح في نفس الغلطات. معناتها هذه الهيئه مازال ما لحقتش تخمم اي تونتيسيبي كيفاش تلحق ان مومون اون دات سي اون دات. عندما تقول لو 15 ولا لو 20 كذا ولا تال مثل كاس اوروبا الاخيره، كاس امريكا الجنوبيه. نعم، الوقت هو الوقت، التاريخ هو التاريخ. شوف احنا مازلنا ضعاف. صحيت. وعندما تضعف الهيئه يبانوا واحد كيما القجاع، ولا يبان واحد كيما موتسيبي، ولا يبان لان المحتوى تاع لا كومبوزونت هيومان او سان دو لا كاف، انا نظن سي اون كومبوزونت تاع ترفد يديها. الي لا بور لا ليجونس، الي لا بور اتر لا، ما راهيش هنا باش تخمم لتطوير الكره الافريقيه. الكره الافريقيه الحمد لله اللي راهو مبينها سي بيان لي جوار افريكان اللي راهم يلعبوا في لي كرون كلوب اوروبيان. لو كان ما كانش عندنا هاد لي جوار والله بالك ما يسمعوش بهذا تورنوا افريكا ولا بلاكاف ولا كذا. ولذا اقول اليوم خلينا كذلك كما كانوا يقولوا الاخوه، احنا الجزائر والله غير راني نقولها بكل مصداقيه، لان كان اللي يقول لك بالك لا سي اون فيريتي، احنا خلينا نروحنا نضعف. ولكن المشكل الاخر اليوم لما نتكلموا على يعني هذا المخزن المغربي. مراد وردين نروح للجانب التقني. التأثير هذا يعني يكون تأثير كبير على المنتخبات، يعني المنتخبات لم تحترم بعد هذا القرار من طرف كاف. بعد هذا القرار اولا، ثانيا كاس العربيه تتزامن مع شهر ديسمبر، وكاس افريقيا في شهر ديسمبر، وعندك تصفيه تاع كاس العالم 2026، يعني خلبطه ونهايات كاس العالم. بارك الله، خلبطه لكل المنتخبات الافريقيه. يعني نقول لك انا اليوم الاتحاديه الافريقيه راهي بعيده عن المستوى تاعها، ما تاخذش بعين الاعتبار هذه المعطيات. قارناها وانت كنت تقول باللي الدول الاوروبيه ولا في امريكا اللاتينيه احترام المواعيد شيء على بالك. هما سي دي نيغوسياسيون دو كونترا دو بارتناريا مع دي سبونسور والدنيا اليوم اموال طائله راهي، ولكن افريقيا راهي دائما تحت هيمنه. معليش خلي الهيمنه تكلمنا عليها، نعم. السيطره تكلمنا عليها، الابتزاز تكلمنا عليه. نتحدث عن الجانب التقني، كمدرب كتقني كيفاش يتعامل اي ناخب، خصوصا الناخب بيتروفيتش معناتها اون دوا باكلي تو سكي دوا اتر. معناتها الشامبيون عرب العب برك بورفو نلعبوا وما راناش نحوسوا باش نلحقوا الى الفرق القويه. معليش تاجيل هذا مراد، تاجيل هذا مليح ولا ماهوش مليح؟ لا انا نظن لا كثافه، مثلا المنتخب الوطني الجزائري كثافه كبيره. شوف في هذه التواريخ الاخيره وفي كثافه المنافسات من كورونا وروح، وحنا رانا نشاهدوا في بريسيون في الكوفيد نقاش مفتوح وي اللي كاع الناس عرفت. ولكن سامحني دوكا في مراد واش حبيت تقول كلاكان سي جو مو ترومب با سي لا تروازيام فوا وي نعم ال سو جو با على لا دات بريفو. لا المعطيات قال في الكوفيد شويه، بصح المعطيات اليوم تقول انت البلد الفلاني هو اللي تعينوا باش يدير كاس افريقيا، ومن بعد علاش تعينوا باش ومن بعد تاجل لان هذاك البلد مراد نتذكر 2015 المغرب استنجد بهم الكاف بسبب الايبولا ورفض واليوم يقول لك ندير تال دات، يقولوا له دير تال دات. انا نقول من ناحيه البرمجه سوني با سيريو، مازال ما لحقناش لواحد المستوى. ونقولها لك يا كمال، اليوم الناس تقول لك كره القدم الافريقيه هذه ما كاش منها، الامور خرجت على السيطره على الكاف هذه اللي ما قدرتش تتحكم حتى في برمجه كان. وهذا سي تري غراف ماشي المره الاولى، المره الثانيه والثالثه ومع نفس البلد. سي با نورمال بلد واحد يتحكم في قاره، سي با نورمال مخزن يجيري قاره، مستحيل. البلاد هذه اللي فيها الجزائر وفيها مصر وفيها الكاميرون وفيها نيجيريا وفيها افريقيا الجنوبيه يتحكم فيها. انا اعطيني واحد يعني في المكتب التنفيذي للكاف اللي عارض قرار، اعطي لي يعني احنا عشنا شهاده حيه مع الرئيس الموريتاني احمد يحيى اللي هو رئيس المسابقات يعني تاع الانديه في المنافسات في افريقيا. واش هذا الانسان اللي تابع لبلد اسمه موريتانيا صحيح اللي هو يعني مع قضيه الصحراء الغربيه اللي ما كانش عنده الجرأه وما كانش عنده يعني الكاريزما والشخصيه باش يخرج يعني ضد هذا القرار، يعني واش دار؟ جبد روحه
اعتذر باش ما يطرأش هذيك الجلسه. اليوم باش نقول لك يا اون فيت اون افون، الناس ولات اليوم يعني ما تعطى، ولكن اليوم كاين اون بلاص كي حنا خلينا الفراغ لا ناتور الا اورور دو فيد. الفراغ هذا وعلاش كاين دول اخ كمال ما عندهاش القوه، ومع الجزائر سي اون فورس. الجزائر انت اللي تشوفا رامني موراك الناس، tu dois être la locomotive. لما انت tu prends l'initiative وتجيب الناس معاك تقدر tu dois. اخ مراد في عجاله نعطيك هذه النقطه وهذه يعني الفكره. حنا نظمنا الشان، صرفنا يعني ملايير، معليش دوكا هذه داخله في نقولوا اون بوليتيك تاع بلاد تسويق معليش. ولكن الاخ كمال نعطي لي روتور سور انفستيسمون وين راه صرفنا ملايير. موتسيبي درنا له ماشي طابي روج، كان يمشي بين مباراه الى مباراه، كان يدير يعني دو فيل بين الجزائر وعنابه، كان يحضر مباراه في برقي ويلحق العنابه يحضر مباراه في الليل. اعطي لي لو روتور واش ربحنا؟ ما ربحنا والو. ثانيا نعطيك برك ان بوتيت اكزومبل في الشان، انت كي تروح الملعب نيلسون مانديلا ما شاء الله ملعب يعني بكل مقاييس عالميه صح، مقاييس. انت كي كنا نروحوا في الشان كانت لا كونيكسيون والاخر، وعلاش دوكا كان نروحوا في تاع البطوله ما كاين والو، ما كان لا كونيكسيون. تسمى حنا نهيئوا غير للشان. او المشكل وين راه؟ مشكل راهو في التسيير في الرياضه راني نتكلم، وبالتحديد في يعني كره القدم. برافو. وين راهم هذه الامكانيات؟ برافو. اليوم ولينا نحوسوا ملاعب وين نلعبوا. حنا عندنا ملاعب اسمح لي لازم نكملوا الفكره. الناس داروا باركينغ سور ان هكتار مغلوق، الناس تقاري برا، دايرين ملاعب مغلوقين ما فهمناش. الدوله الرئيس وزير السكن ما يرقدش جوري نوي هي ومن بعد واش يصرى يجي واحد نفحت له لا ما تلعبوش، روحوا تلعبوا في الملاعب القديمه. يا الناس ورانا رايحين. رئيس الجمهوريه قالها في نيلسون مانديلا، هذه الملاعب هيئت للشباب الجزائري، كنا حاضرين وانا حاضر. لم تهيأ لموتسيبي ولا الكاف او لاي مسؤول. حلوا الملاعب، حلوا لي باركينغ، ديروا الانترنت، ديروا الاخر، خلوا الناس تعيش.